ما الفرق بين قبائل العرب العاربة والعرب المستعربة؟ في أصول أنساب العرب صنف النسابون العرب إلى 3 فئات: البائدة، وهم من اندثر ذكرهم كعاد وثمود، والعاربة، والمستعربة. وأدق وأشهر تقسيم بقي متداولا حتى اليوم هو ما بين العرب العاربة والعرب المستعربة. وبحسب ابن حزم في جمهرة أنساب العرب، فإن العرب العاربة هم العرب الأصليون الذين تكلموا العربية منذ أقدم العصور، وهم بنو يعرب بن قحطان، وتفرعت عنهم معظم قبائل اليمن مثل سبأ وحمير وكندة. أما العرب المستعربة فهم نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، الذي نشأ في مكة المكرمة بعد أن جاء به والده إليها، فتعلم اللسان العربي من قبيلة جرهم القحطانية التي كانت تسيطر على مكة آنذاك. وبهذا أصبح إسماعيل وأبناؤه عربا باللسان والبيئة، وسماهم النسابون مستعربة، أي من دخلوا في العربية واكتسبوها. وهذا التقسيم ورد بوضوح عند ابن كثير في البداية والنهاية، وأكده المسعودي في مروج الذهب والهمداني في الإكليل. وهنا ينبغي التنبيه لمسألة مهمة، أن مصطلح مستعربة لا يقصد به النقص أو التبعية، وإنما هو توصيف نسبي زماني فقط، إذ أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام هو من سلالة نبوية مباركة، بل إن النسب الشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، فهو من أعظم الأنساب وأشرفها وأطهرها. بل إن العرب المستعربة، وعلى رأسهم بنو عدنان وقريش وبنو هاشم، كان لهم أعظم أثر في التاريخ العربي والإسلامي، وحملوا رسالة الإسلام إلى العالم، وهو ما نبه إليه ابن خلدون في مقدمة تاريخه حين قال: ولا فرق بين العاربة والمستعربة إلا في اللسان والنشأة، أما في المكارم والسيادة فقد تسابقوا فيها جميعا. إجمالا، العرب العاربة هم أبناء قحطان أهل العربية الأصليون. العرب المستعربة هم أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، ممن تعلموا العربية وصاروا بها. وفي النهاية، هل أعجبك الفيديو؟ وقل لنا من أي بلد تتابعنا.